يحكى أن الياباني كونوسيكا ماتسوشيتا عاش أسوأ طفولة يمر بها أي طفل. تذوق طعم الثراء الفاحش وهو طفل صغير، لكن سرعان ما خسر أبوه كل ثروته وهو لم يبلغ الخامسة. فبعد أن كان والده ثريا غنيا أصبح فقيرا. ارتكب الأب أخطاء عملية في تجارته كلفته كل ما يملك، وصادرت الحكومة أمواله ومدخراته، وتوفي والده نتيجة لعدم تحمله تلك الصدمة. انتقل ماتسوشيتا من قصر فاخر إلى شقة ضيقة مع إخوته الثلاثة. كانوا يجدون الطعام يوما ولا يعثرون عليه أياما. تعرض أشقاؤه لمشكلات صحية دفعوا ثمنها حياتهم بسبب عدم قدرتهم على مراجعة المستشفيات وشراء الأدوية. اضطر ماتسوشيتا أن يخرج من المدرسة وهو في سن التاسعة. كان يعمل أي شيء هربا من الموت، ينظف الأحذية ويغسل الملابس، يعتقد أن الموت يلاحقه. كان من شدة فقره أنه يحمل حذاءه بيديه ليسرع أكثر وليحافظ على حذائه أطول وقت ممكن. كان حذاؤه أنظف من يديه. حصل ماتسوشيتا على وظيفة مساعد لحام، وكان ينجز مهامه بسرعة ليس حرصا على الوقت، لكن يعتقد أن فقره سيعجل من رحيله بنفس مصير إخوته. سرعة إنجازه أعجبت رؤسائه، فقرر رئيسه المباشر أن يمنحه دورة تدريبية في الكهرباء. اجتازها بسرعة وتحول إلى مساعد كهربائي ثم إلى كهربائي. بدأت توكل إلى ماتسوشيتا مهام أكبر وحصل على دخل أعلى. استمر في استراتيجية اعمل بكل طاقتك اليوم فقد تموت غدا، فلا مجال للتأجيل. نجحت هذه الاستراتيجية على نحو مذهل، فترقى كثيرا في عمله حتى أصبح كبير المفتشين، وطور العديد من البرامج وأسهم في براءة اختراع. هذه البراءة لم ينسبها زملاؤه له لأنه لم يكن يملك شهادة علمية مثلهم. اشتكاهم ولكن لم يصدقه أحد. كاد أن يموت من الغيظ من أثر الظلم الذي وقع عليه. هذه الأزمة جعلته يترك الشركة التي يعمل بها. هرب منها كما هرب من الموت عندما كان طفلا. لم يستغرق وقتا في التفكير ففتح شركة جديدة باسمه. كبرت شركته الشخصية شيئا فشيئا حتى اشتهر بلقب ملك الإرادة والإدارة. تعرف شركته اليوم باسم باناسونيك التي تقدر إيراداتها السنوية بأكثر من 75 بليون دولار. أخيرا، ثق تماما أنه لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع وبقي في القاع. يقول توماس أديسون: الفاشلون هم أناس لم يعرفوا كم كانوا قريبين من النجاح حين توقفوا.